اوقاتكم كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم عم تحضروا فيديو اليوم. ورجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد، وبس خلونا ببداية الفيديو نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا هيك نحضر الفيديو مع بعض. مثل ما انكم شايفين صبايا، جوزي كان جايب لي لفت وسبانغ، وبتعرفوا يعني التنتين ما بدهم شغل ابدا ابدا. فقلت بتعرفوا السبانغ يعني فورا بينتزع يعني وبيسلهج فورا. فقلت لبلش بالسبانغ اول. مثل ما انكم شايفين هون صبايا صرت يعني نقيه وبدي افرمه. اول شي بين علي انه يعني نظيف ما فيه تراب ما فيه شي. بعدين انا بلشت اشتغل فيه وقلت لها لبنتي صار بدها مدي، يعني جيبي لي مدي، وهلا يعني مبين عليه فيه تراب كتير يعني، ولحنا كان عنا قبل بيوم يعني الجو. فقلت ببلش فيه هيك بالسهرة وبنقيه وبفرمه مشان تاني نهار يكون جاهز، يعني فورا اغسله واطبخه. هلا مثل ما كنتم شايفين صبايا تقريبا خلصت من فرم السبانغ. بتعرفوا السبانغ يعني ما بده كتير تنعيم، مو مثل البقدونس. وبعد ما خلصنا شغلاتنا والضبضبة اليومية، بتعرفوا الله يقوينا ويقويكم يا رب، قلت لها ادخل اغسل السبانغ. وانا هيك عم بغسل السبانغ ولا دقت لي جارتي قال انزلي اشربي فنجان قهوة. فعبيت هيك عليه المي وقلت اتركه يحلحل التراب منه بما اشرب فنجان قهوتي. وشربت هيك فنجاني القهوة وتسليت أنا وجارتي. وحرام يعني جيراني كتير ناس طيبين ومحترمين، يعني مثل ما بيقول المثل الجار قبل الدار. يعني هلا أنا عندي بالبناية في أتراك، جيران أتراك وسوريين. هلا الأتراك حرام يعني ناس كمان بحالهم بذاتهم يعني، بس يعني عاداتهم غير عاداتنا، لغتهم شفتوا غير لغتنا، وما عندهم مثلنا انه يلا هيك عند الصبح ننزلوا نشرب فنجان قهوة سوا هيك قبل ما نبلش بشغل البيت، ما انه مثلنا. وسبحان الله الأتراك بفضلوا شرب الشاي. يعني نحنا مثل هلا نحنا بنفضل عند الصبح فنجان القهوة، غير شكل ما بنصحصح إلا بفنجان قهوة. لا هني الأتراك ما بيصحصحوا إلا بكاسة شاي، كتير بيحبوا الشاي. هلا فنجان قهوة عند الصبح، كاسة شاي عند الصبح مو مشكلة، حتى نحنا بنشرب شاي مو مشكلة. المشكلة انه اذا الواحد ما بيعرف لغة، هاي المشكلة الكبيرة يعني. انه بين ما نحنا نوصلهم الفكرة وهن يوصلونا الفكرة بكون صار العصر. وبعد ما غسلت السبانخ كزوج، يعني شفتوا اجباري بده غسيل، غسلته وحطيته هيك على طرف.
هلأ أنا صبايا ما بصفّروا، في ناس بتصفّروا يعني. هلأ أنا كنت أول شي صفّروا، بالبداية كنت صفّروا يعني، وبعد ما صفّروا أحمص بقى اللحمة ومع توم وكزبرة وطُب السبانخ. هلأ والله يعني صار من فترة وورا يعني ما عبصفّروا، لإني وقت اللي عبتصفّروه بيطلع منّه كل شي حديد، كل شي يعني شي نافع للجسم، كل شي حديد بيطلع بالمي. قلت يعني ما بدي صفّره وبطبخه هيك على حاله. جرّبته هيك كذا مرّة يعني ما حسّيته يعني ما تغيّر لا بطعمته لا بنكهته لا بأي شي يعني، وحتى يعني ولادي وعايلتي تقبّلوه يعني لإني ما تغيّر شي في طعمته يعني أبدًا. فصرت ما صفّره، فورًا اغسله كذا دور يعني وعلى السوا هيك، وبعدين احمص توم مع كزبرة ولحمة وفورًا طُبّه. وهلأ متل ما بدكم تشوفوا بالفيديو يعني مو مصفّر، بيبقى يعني إنه بدكم تحطّوا بقى كل وجبة بوجبتها، لإنه وقت بيكون مصفّر دبلان يعني. هلأ هون مو دبلان على حاله، صرت أحط كل وجبة بوجبتها، أقلّبها هيك كام تقليبة، هي تدبل حط الوجبة التانية وهيك. مثل ما انكم شايفين كترت توم وكزبرة. بتعرفوا هيك أكلات مثل الملوخية السبانخ يعني بدهم كزبرة وتوم مشان تظهر. وهلأ هيك عبطب كل وجبة بوجبتها مثل ما انكم شايفين، بضل هيك بقلبه بحرك لحتى تدبل. بس دبلت هاي الوجبة بطب الوجبة الثانية وهيك. هلأ أنا كل فترة وفترة بحب أعمل السبانغ لعيلتي. هلأ صح هو بياكل شغل كتير يعني وبده شغل كتير، بس بحب أعملهم إياه. تعرفوا يعني كله حديد ونافع للجسم. وهلأ عبطبق الرز والسبانخ تقريبا صار جاهز واستوى. بس نسيت لكم صبايا، هلأ أنا حطيت للسبانخ شوية مي لأني هيك عيلتي بيحبوا يعني يكون فيه شوية مي مرقة يعني. هلأ في ناس لا بتطبخ السبانخ على حاله ما بيضيفوا أبدا مي، بيحبوا هيك ناشف يعني. لا هلأ عيلتي بيحبوا يعني بالملوخية بهيك أكلات بالسبانخ يكون فيها شوية مرقة يعني.
وهيك بعد ما خلصنا وتغدينا والحمد لله، الله يديم علينا وعليكم جميعا النعم يا رب، يحفظها من الزوال. فهيك جلينا الجليات وخلصنا، وبقى بتعرفوا خلصنا من طبخ السبانغ، اجانا دور اللفت بقى لازم كمان نشتغل فيه ونخلصه. فهون هلا هيك مثل ما كنتم شايفين عم بغسله، وبدنا نبرك هيك نقسمه ونشتغل فيه. ولا هيك غسلت اللفت، ولا الشوندر كماني بدي أقشره وأغسله. هلا أنا الشوندر ما بسلقه، في ناس كتير يعني بتسلقه وبتقشره وبتكبسه مع المخلل. هلا أنا لا، يعني عم بقشره مثل ما نكون شايفين وبغسله وخلص فورا يعني من دون ما أسلقه. هلا وأنا عم بغسل اللفت والشوندر، قال لي جوزي هات لساعديك فيه، يعني قلت له والله المنيحة ما بدها سؤال، لاني بتعرفوا انتو اللفت يعني شغله صعب، تقسيمه صعب يعني. فوقت قال لي هيك قلت له خلص لك انا بقشر الشوندر وانتي بتقسم لي اللفت يا صبايا. وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناة. حتشيلوا ملح، هلا بحطه هيك بمصفي او بطشت شلون بدكم يعني، وبرشله شوية ملح وبتركه لتاني نهار حتى يدبل وتطلع منه ريحة اللفت، عرفتوا صبايا؟ وبعدين بقى بكبسه. وهلا هيك المصفى عندي يعني صغيرة، والله يهديني ما انه يعني حطه بالطشط ورش له ملح وهيك اخلطهم ببعضهم وبعدين حطه بمصفى يتركه يصفي، لا بنفس المصفى حطيته وحطيت له ملح، قلت خلاص يلا حاجي بقى شغل، وحطيته بالطشط وتركته لتاني نهار قلت يصفي وخلصنا. هسه بدي اقلبه على غير مصفى، وحتى شفته مثل ما شفته بالفيديو قدامكم فورا بلش يكب مي يعني. يلا الله هيك يهدينا يا رب، يهدي الجميع. ولهون بكون خلص فيديو اليوم، بشوفكن على خير صبايا وبأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.